السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بعد تعاقده مع الفريق مباراة يقودها الحكم أشرف برادة. في الفار نجد كل من كريم صبري ونصيري حمزة، ومع حكم الفار والافار المغرب الفاسي. يلعب هذه المباراة بتشكيل يتقدم صلاح الدين شهاب، حمزة فسال، سعدية الخرصة، ايمن الشباني، اشرف فرماش، زكريا فاتي، حميد احداد، رضا الهناوي، الحبيب بريجا وكابيلو، سي كانينغ، الاسم الاخير ادريس الجبلي المدافع الاوسط في تشكيل توميسلاف ستيبيتش. من سيظفر بنقاط لكن الضغط من الحارس صلاح الدين شاب. تعود الكرة من أغوستو كارنيرو، يتسنى شوية، يلعب للأمام لفريق الجيش الملكي. أحمد حمودان الذي يصنع الخطورة، كرة في الأمام والتغطية في آخر لحظة من الدفاع عبر ماناوي الذي يبعد الكرة. ضربة زاوية لفريق الجيش الملكي. الجيش الملكي زعيم ومن وراءه جمهور كبير يقدم كل وشتى انواع الدعم والمساندة لفريقه في هذه الظرفية الصعبة والصعبة جدا. حذرف ومن يتولى تنفيذ إمكانية نقل الخطورة للمرة الثانية في هذه المباراة. كرة تلعب للجيش الملكي، صعود عدد من اللاعبين، كرة تسدد والتدخل من صلاح الدين. صلاح الدين يتدخل، يلعب الحمودان. حمودان هذه هوايته المفضلة المراوغة من الطرف الأيسر، التصدي والتسديد والجول يا سادة، الجول ويجول الهدف. هدف جميل جدا، التفاعل والمتابعة في المرمى بهدف أول في هذه المباراة. تصبح النتيجة هدف مقابل لا شيء للجيش الملكي. جميل جدا المتابعة والحلول من قدم أحمد حمودان. حمودان هو من صنع ميدين حمودان، وسجلت باسم يوسف الفحلي. شوف الإعادة، مشت مباشرة من الحمياني. الحمياني لعبها مباشرة للفحلي ومن صنعها في الأول. كرة أيتورخان للفحلي. أيتورخان لعب دور مهم جدا في الكرة الماضية وما خلاش تخرج، ولعبها للجاليسرا الحمودان الذي راوغ وأعادها في منطقة الجزاء للمرة الأولى. قالوا لهم لا، الثانية شهاب يتلقى الهدف. ويا سادة تصبح النتيجة هدف مقابل شيء. قد في اخر لحظه انقض عليها ايتورخان، ممكن نسبوا له ما يقارب ال 70% من الهدف الذي سجل لفريق الجيش الملكي. شوف عمل كبير لحمودان، والنتيجة يا سادة تغيرت، تصبح 1-0 لفريق الجيش الملكي. المسجل يوسف لابسة من حمودان. حمودان ينقل من الطرف الأيمن، إمكانية للتسديد، جول عابرة لكل حدود الإبداع، عابرة لكل قارات المتعة، عابرة لكل شيء من الكرة الماضية. جميلة جدا، جميلة جدا، في قمة الجمال، في قمة الدلال، في قمة الروعة. هدف يدرس، هدف في زاوية يصعب على أبرز حراس العالم التصدي لهذه النوعية من الكرات. أول هدف الثاني جاء لفريق الجيش الملكي عبر عبد الفتاح حضريف. شوف الإعادة يا سادة لما حدث في الكرة الماضية. شوف الصناعة مرة أخرى من حمودان. حضريف ما فكر ولو في ثانية واحدة كيف ما جاته الكنترول، ومن بعد التسديد في مرمى صلاح الدين شاب. وهنا التسديد وهنا الهدف الجميل جدا لفريق الجيش الملكي. لمتعة العين نتابعها من كل الزوايا الممكنة، من كل الزوايا المتاحة. حضريف واحد من أجمل أهداف البطولة الوطنية. النتيجة تتغير مرة أخرى، 2-0 للجيش الملكي. كرة من جديد للجيش الملكي، الانطلاق للايسفون، إمكانية للتسديد. القائم يمتنع عن قبول الهدف الثالث، القائم يرد كرة الهدف الثالث. الجيش الملكي من جديد عبر حمودان، كان بإمكانه أنه يسجل ثالث هدف هذه المباراة. الجيش الملكي في أفضل أحواله يا سادة. شوف طريقة استخلاص الكرة، ما كانش تسلل بالمرة في الكرة الماضية. حمودان تخلص من رقابة أيمن الشباني وسددها، لكن كان تسلل للفحلي في الكرة الماضية، ما كانش يبحث عن تسديدة
لانه كان حالك يتقدم من الطرف الايمن في المان تو مان، دائما ما يسعى الفارق. الفحل يمر بالراس والتصدي، من الحارس صلاح الدين شهاب صلاح الدين. كرة من كابيلو من جديد مساوية، نقل الكرة الأحداث والتغطية من حاتم صوابي، والكرة في تماس المرمى الفاسي. صعيب انك تمارس الرقابه على لاعب بجوده يوسف الفحلي. لعبها والرأسيه من ايتور خان الجبلي، يلعبها والكره تسدد ممتازه جدا، ما مشاتش بعيد عن مرمى الحارس حمزه الحمياني. زكريا فتي اختبار اخر، والتسديده كانت ما مشاتش بعيد من الحبيب من بريجا. التدخل كان على الحبيب في الكرة الماضية، ونحن نلعب الدقيقة 44. الحكم يعود للفار في الكرة الماضية للتأكد مما حدث في كرة وفي تدخل بالرادة نحو الفار للمرة الأولى في هذه المباراة، للتأكد مما حدث في كرة مشتركة بين الحبيب بريشة ولاعب الجيش الملكي زين الدين الدراك. هنا الصورة أمامكم والوضعية أمامكم وقرار الحكم. السؤال المطروح في تشيكن، هل سيعلن عن ضربة جزاء لمصلحة المرمى الفاسي أم أنه سيعتبر التدخل عادي؟ كرة وش داخل منطقة الجزاء وخارج منطقة الجزاء؟ داخل منطقة الجزاء أو لا؟ سنتأكد لما نمشيو متابعة الصورة من زاوية بعيدة. أن التدخل من زين الدين الدراك على الحبيب بريشة. الإعادة من مختلف الزوايا الممكنة. يعود أشرف برادة إلى ملعب المباراة في الدقيقة 45 من الجولة الأولى. يقول لهم بعد العودة للفار ضربة جزاء، نعم، كرة داخل منطقة الجزاء، توجيه بطاقة لزين الدين وضربة جزاء للمرمى الفاسي. المرمى الفاسي أمام إمكانية للبحث عن عودة قبل ما تم الجولة الأولى من هذه المباراة. أشرف برادة وزين الدين والبطاقة الصفراء للاعب نادي الجيش الملكي زين الدين الدراك. من سينفذ ضربة جزاء؟ حمياني أمام اختبار أمام حداد، والأقرب للتعامل مع ضربة جزاء لفريق المرمى الفاسي أن الإعادة من مختلف الزوايا لما حدث في كرة بريجة وزين الدين، والحكم بعد العودة للفار يتأكد من وجود الخطأ. من سيتولى تنفيذها؟ نترقب وننتظر من هو الأقرب لتسديد ضربة جزاء. المرمى الفاسي الذي عاش مشاكل دفاعية كثيرة في الجولة الأولى من هذه المباراة، في الترانزيسيون، في التحول. الجيش الملكي دائما ما كان يجد نفسه في مواقف كانت عنده زيادة عددية، استغل مرتين وما استغلش فرص كثيرة أخرى، ولما تضيع فرص تستقبل إمكانية للتعديل وإمكانية للتدارك من طرف لاعبين المرمى الفاسي بريشا ومن يتولى تنفيذها. أفصل حمياني. نلعب الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع المقدر في 4 دقائق. المرمى الفاسي عبر حمزة أفصل في محاولة لتدليل الفارق، في محاولة لتعديل الأوتار الهجومية، في محاولة للعودة من جديد في أجواء المباراة. ضربة جزاء مساوية. حمزة أفصل يحاول يركز. أفصل أمام حمزة الحمياني. حمياني أفصل. من سيكسب هذا التحدي؟ من سيخرج منتصب القامة منتصرا من هذا التشالنج؟ أفصل في التسديد والهدف مساوي يا سادة. الماس يعود من جديد في المباراة ويتمكن من تسجيل الهدف الأول. تصبح النتيجة 2-1. 2-1. توميسلاف يتنافس الصعداء. توميسلاف سيبيتش. أفصال ممتاز.
تثبيت الحارس وتسديد الكرة في الزاوية اليمنى، تصبح النتيجة 2-1. سنتابع مباراة أخرى في الجولة الثانية المغربي، كل من يتنفس هذا الوطن. كرة في منطقة الجزاء، الثالث يا سادة، الثالث هي رقصة الثالث، هي رقصة التوالت يا سادة، في زمن وزمن من جولة ثانية تنطلق بنفس السخب بنفس الطموح للجيش الملكي، والثالث في المباراة براسية صعب على صلاح الدين وأنه يتصدى لها، صعب على شهاب وأنه يتصدى لها. شوف الكرة وشوف الكرة ممتازة جدا. الفحلي خلوه لوحده وسددها لوحده، مشى بها لوحده وخلى صلاح لوحده، والمباراة متواصلة والنتيجة هذه المرة 3-1 للجيش الملكي. صاحب الاسيست هو حدراف الصغير الكبير فريمان عبر العرضية، لا يتسنى شوية ويلعبها في منطقة الجزاء بالراس المتابعة والتدخل من صلاح الدين اختار تايمينج ممتاز جدا للتصدي لكرة لفريق الجيش الملكي مرة أخرى عبر يوسف الفحلي واحد من أبرز عناصر الجيش الملكي في هذه المباراة، تجده في كل مكان. كرة من الزحزح كرة من كابيلو يتجدد صراع البوتسواني الأنغولي. كرة في منطقة الجزاء، حداد يحضر ممتازة، حداد كرة تسدد ممتازة جدا، لم يدخر جهدا في تسديد الكرة بأفضل الطرق الممكنة. أفصال الإصابة قد تمنع من إكمال هذه المباراة. أفصال يطلب من توميسلاف سيبيتش تغييره لأنه لم تعد لديه القدرة لإكمال هذه المباراة. الانطلاقه لاول مره يوجد الجيش الملكي نفسه في موقف مثل هذا. زياده عددي من الطرف الايمن، جويل بيا يا جويل الذي يعتمد وراء لدفاعات المرمى الفاسي ايمن الشباني. تحاول مهلاوي في منطقه الجزاء، كاش تسلل، الحكم ما رفعش، كاش تسلل بالمره في الكره الماضيه، لو لمسها شويه لكانت واخده طريقه نحو مرمى الحارس. العاده الانطلاق ما كانش تسلل بالمره، كان في وضعيه سليمه بجوج بيهم مساويه. رغبتهم تكبر والتدخل من الحمياني يتدخل تدخل ممتاز وبراد ممتاز في المباراه في اخر ثوانيها. صلاح الدين شاب والكره في التماس، مصلحة الجيش الملكي مع فسح المجال لإسعاف الحارس والمهاجم. كانت واحدة من أبرز مواقف المرمى الفاسي في المباراة ككل. نستعد لدخول آخر دقيقة الأخيرة من عمر المواجهة بين الجيش الملكي والمرمى الفاسي. عاد لكرة ترمش أقصى بها الدفاع والتحول في الخط الدفاعي والتدخل من الحمياني، ممتاز جدا امام مهاجم المرمى الفاسي.